السلام عليكم، ازيكم يا أولى ثانوي؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض التقييم الأول، هنبدأ أول حاجة بالأداء الصفي وبعد كده الواجب الأسبوعي وآخر حاجة التقييم إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو لو استفدتوا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد حابب يشترك معايا في جروبات الأونلاين هاسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها الأداء الصفي. يديني قطعة وعليها سؤالين، بيقول لي هنا je m'appelle لورا، أنا اسمي لورا. J'ai 15 ans أنا عندي 15 سنة. Je vais au lycée أنا باروح مدرسة ثانوي. J'ai une copine du lycée وأنا عندي صديقة في المدرسة، صديقتي في المدرسة. Elle s'appelle Marianne، اسمها مريان. Elle est timide، هي بتكون تيميد خجولة. Elle aime le tennis، هي بتحب التنس زيي comme moi يعني مثلي. J'aime les maths، هي بتحب أنا باحب الmaths sorry je يعني أنا. et le français والfrench. ولكن il aime le CDI، ولكن هي بتحب الCDE، والCDE ده اللي هو إيه، مركز الوسائط المتعددة، مكان عبارة عن مكتبة كبيرة ولكن متطورة أكتر، فيها كمبيوتر تقدر تسرِّش فيه، فيها قصص مصوّرة وفيها كُتب وفيها كل حاجة. et la musique، وبتحب الموسيقى، ده مين؟ ده بتتكلم عن صديقتها مريان. le dimanche يوم الحد nous allons، إحنا بنروح au cinéma، السينما avec les copines، مع أصدقائنا. كده دي القطعة وكده ترجمناها وعرفنا كل حاجة فيها. نيجي أول سؤال، بيقول لي مريان مريم بتحب إيه؟ parler تتكلم، lire تقرأ، dessiner يعني ترسم، وétudier يعني تدرس. هي قالت إن هي بتحب إيه فوق. لما جت اتكلمت عن صديقتها قالت إيه لما هي بتحب الCDE واللا ميوزيك الموسيقى. طب هو إيه اللي ينفع؟ parler بتتكلم لأ، lire تقرأ الCDE ينفع أروح أقرأ فيه لإنه فيه كتب، فهي كلمة lire هي اللي تنفع. طب رقم 2، لورا pratique، لورا بتمارس تنس والّا CDE والّا ميوزيك والّا سينما؟ أكيد مش هتمارس سينما ولا هتمارس CDE لإن الCDE ده قُلنا إن هو مكان. طب بتمارس موسيقى والّا بتمارس تنس؟ يبقى أكيد بتمارس تنس، اشمعنى؟ لإن هي قالت فوق كده أيلام هي بتحب تتكلم عن صديقتها، هي بتحب التنس comme moi مثلي، زيي. كده خلّصنا أسئلة القطع. عندنا في الأداء الصفي سؤال كمان على المواقف، بيقول لي هنا choisis les 2 réponses، خلّي بالكم إن إحنا بنختار إجابتين في المواقف مش إجابة واحدة. رقم السؤال الأول بيقول لي هنا إيه، une amie te demande، صديقة بتسألك ta date de naissance، عن تاريخ الميلاد. tu dis أنت تقول إيه؟ ينفع نقول letter A c'est le 20 أفريل، هو يوم 20 إبريل، صح دي تنفع. طب letter B j'aime mars، كده أنا باحب شهر مارس، فما تنفعش دي، لإن كده أنا باقول أنا باحب شهر معين، لكن ما قُلتش أنا تاريخ ميلادي إيه. رقم letter C بيقول en janvier، في شهر يناير، كده دي تنفع. لمّا حد يقول لك يعني تاريخ ميلادك إمتى، فأنت بتقول ده في شهر يناير، خلاص يبقى كده صح. طب letter D بتقول إيه، octobre et après septembre، يعني أكتوبر بعد سبتمبر، يبقى شهر أكتوبر بعد سبتمبر، ما تنفعش وكده ما قُلتش تاريخ ميلادك. طب ديسمبر إيه le dernier mois، يعني ديسمبر هو آخر شهر في شهور السنة، ما ليش دعوة برضه ما قاليش تاريخ الميلاد، فما فيش غير c'est le 20 avril وen janvier. نيجي بعد كده للواجب المنزلي، مدّيني إيميل ومدّيني موضوع. نبدأ أول حاجة بالإيميل. الإيميل بنرُد عليه إزاي؟ salut، هنرُد عليها بsalut، وتخلّي بالكم إن الحاجات دي بيبقى عليها درجات. آدي كتبت أهو salut. بعد كده عايزين نرُد على الأسئلة، بيقول لي que tu nais، يعني أنت اتولدت إمتى؟ فهارُد إيه، الjو لازم تتحوّل الtu sorry لازم تتحوّل لje. الES ده verb être، مع je بيبقى je suis، وبعدها ني هتنزل زي ما هي، يبقى je suis né، أنا اتولدت، واكتب بقى أي تاريخ ميلاد، مثلًا واكتب 20 واكتب مارس مثلًا، le 20 مارس يعني يوم 20 مارس. نيجي بعد كده إيه où، يعني إيه وأين، أحط نقطة كده وأرُد على السؤال التاني. وفين، اتولدت فين، أكتب أي محافظة aucare مثلًا في القاهرة. نيجي لآخر سؤال quel mois aimes-tu، يعني أنت أي شهر أنت بتحب. الtu هتتحول لje عشان نقول أنا باحب، هتبقى apostrophe عشان جاي بعدها حرف voyelle، فتبقى j'aime، واشيل الS من الM اللي فوق عشان الtu بتاخد S، أمّا الj بتاخد حرف الE في الآخر، يبقى j'aime، واكتب مثلًا j'aime le mars، نفس الشهر اللي اتولدت فيه مثلًا. أكتب بقى أي حاجة، عايزين تغيّروا الشهور غيّروا طبعًا، يبقى j'aime le mars. وتشاو هارُد عليها بتشاو. بس كده، خلّصنا الإيميل. وتخلّي بالكم إن سالو وتشا بيكون عليها درجات ما تنسوهاش. نيجي بعد كده لل الموضوع. بيقول لي في الموضوع هنا اكتب عن إيه، اوصف صديقتك في الفصل، وبيقول لي قُل اسمها والcharacter بتاعتها، الشخصية بتاعتها، السمات الشخصية. نبدأ أول حاجة هاقول j'ai، يعني أنا عندي une copine
de classe. أنا كتبت شبه الجملة اللي فوق، اللي هي العنوان. يعني إيه أصلًا؟ أنا زوّدت الG. يعني إيه G؟ أنا عندي une copine de classe صديقة في الفصل، وأقول اسمها، ما إحنا محتاجين نقول اسمها. J'ai une copine de classe s'appelle اسمها إيه؟ ونقول أي اسم s'appelle ندى. كده خلصنا أول جملة. أنا عندي صديقة اسمها ندى، وقالت كده اسمها خلاص، كده خلصنا أول حاجة، ولازم نلتزم بالحاجات اللي طالبها مني. بعد كده عايزين نتكلم عن السمات الشخصية بتاعتها. هاقول ال ولازم بعد ما أبدأ بجملة جديدة أبدأ بحرف capital شبه الإنجليش بالضبط. ال وأقول إيه بقى، إيه ليه هي بتكون لمّا نيجي نتكلم عن السمات الشخصية بنحط verb être. إيه ليه هي بتكون، وأقول السمات الشخصية بتاعتها مثلًا نقول sociable. هي بتكون اجتماعية et bavarde رغاية. وبافارد لازم نخلّي بالنا إن هي بتكون آخرها حرف الأ. يبقى sociable اجتماعية، ودي كده بتنفع من مذكر مؤنث، آخرها أصلًا أ. أمّا بافارد لازم أحط لها أ عشان أنا باتكلم عن بنت. كده أنا قُلت أهي أدي سمة من السمات الشخصية بتاعتها، وأروح حاطة نقطة، وأقول مثلًا هي بتحب لون معين. إحنا أخدنا الألوان في الترم الأول، فأقول elle l'aime هي بتحب، ونقول مثلًا le rouge هي بتحب اللون الأحمر، ونحط نقطة. لو وصلت لحد هنا أنت كده تمام جدًا، لإن تقريبًا هنا دول يوصلوا ل15 كلمة والّا حاجة. فلو كتبت لحد هنا أنت كده تاخد درجتك كاملة. طب عايزين نزوّد، كان في جملة ممكن نكتبها بعد الاسم على طول. نقول مثلًا هنا il لأ مش je بقى elle. هاقول elle لا هي عندها، واكتب السن بتاعها مثلًا أقول 14 ans. دي كان ممكن نكتبها هنا بعد الاسم. لو إحنا كتبناها دي كده توصل لنا ل20 كلمة والّا حاجة. يبقى أقول j'ai une copine أنا عندي صديقة de classe في الفصل s'appelle ندى هي اسمها ندى. إيه لا هي عندها 14 14 سنة. لو كتبناها تمام، ما كتبناهاش مش هيحصل حاجة. إيه اللي sociable هي بتكون sociable اجتماعية. إيه bavarde ورغاية. إيه لام لغوج وبتحب الأحمر. عايزة أقول لكم إن السن لو ما كتبناهوش ما فيش مشكلة، لأن هو أصلا مش طالب السن فوق، يعني ما قاليش لازم تكتبه. فلو كان كاتب لي كلمة age فوق من الحاجات اللي لازم أكتب عنها يبقى الجملة دي مهمة جدا. تمام كده خلصنا الواجب المنزلي. نيجي بعد كده للتقييم الأسبوعي. أول سؤال بيقول لي بول إيه نقط كوبان دو كلاس. ناخد إيه هنا من يعني كل الأسئلة دي كده أسئلة جرامات. هنا ياخد إيه كلمة كوبان. كوبان يعني صديق مفرد مذكر، يبقى تاخد الأ. السؤال التاني نقط كولار بريفيري فو. تاخد إيه هنا. كولار كنا واخدينها في الترم الأول واخدين الكال دي وأشكالها. كلمة كولار جمع مؤنث، تاخد أنهم تاخد كال الأخيرة. رقم 3 إيه تون تشيز. الOS دي كده كانت دايمًا بتيجي حاجة قبلها تعبير معيّن ليه معنى معيّن، وهي إيه؟ سي apostrophe على بعضها اسمها سي إنه أو إنها إنه كرسي. رقم 4 ندى إيه نقط en octobre. تاخد إيه هنا ندى. ندى تاخد أنهي واحدة من كلمة ني اتولدت. هاقول ندى إيه يبقى ني التانية علشان دي مفرد مؤنث. نيجي لرقم 5 بيقول لي مارتان le frère de صوفيا. إيه عايزة أختار صفة من الصفات اللي قدامنا دي وكلهم آخرهم أ. طب ناخد إيه؟ أنا باتكلم عن ولد والّا بنت؟ بيقول لي مارتان أخو صوفيا، يبقى كده بيتكلم عن أخو صوفيا مش عن صوفيا نفسها. تاخد إيه؟ تاخد جورماند؟ لأ، دي كده معناها مفجوعة، دي كده مؤنث اتأنست بإضافة حرف الأ. بافارد نفس الكلام، رغاية، سوريون نفس الكلام، أما تيميد دي تنفع خجول وتنفع خجولة. آخر سؤال مع الjeu عايزين ناخد verb s'appeler. سؤال سهل أوي كنا واخدينه في الترم الأول verb s'appeler هتبقى je m'appelle. وبكده نكون خلصنا التقييم الأول. لو استفدتوا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد. au revoir.